مفلفل وشكله حلو وطعمه وريحة، وكمان حاجة كده اخر جمال. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى حاجة ايه تحفة، وكمان معمول في فرن البوتاجاز. عايزة تعملي معاه قطع فراخ، عايزة تعمليه سادة، براحتك، المتوفر عندك استخدميه. ده هنا الرز المصري بتاعنا، غسلناه بالشكل ده كده، وجبنا اللبن بتاعنا. عايزة تغليه، عايزاه يكون حليب زي ما هو كده من غير الغلي، بيمشي الاتنين في الرز المعمر. طبعا هنا ظبطت كده المعيار بتاع اللبن مع الرز، وهضيف عليه كمان معلقتين سمنه كده كبار بلدي. طبعا مش هتوفر عندك السمنه البلدي، استخدمي السمنه العاديه، وكمان لو مش في سمنه خالص استخدمي الزيت بس. ولو عايزه تضيفي كمان بعد السمنه بعد الرز ما يستوي من الفرن، كله بيكون ماشي برضو، وبيديكي نفس